مشاهدينا مساء الخير ويسعد مساكم النهارده حلقه جديده من حكايه وحدوته. شهر فبراير خلص وداخلين على شهر مارس واعياد الربيع وعيد الام. يا رب يكون كده شهر خير علينا وعليكم وتخلص ازماتنا وتبقى مصر قد الدنيا يا رب. هنتكلم النهارده شويه عن موضوع الخيانه. بصرف النظر الخيانه دي ما بتبقاش خيانه بين اتنين بيحبوا بعض بس، لا بتبقى على حاجات كتيره، على نطاق كبير. الخيانه ممكن بين اتنين اصحاب، ممكن بين شغل، بين زمايل بيبقوا منافسين من بعض ويخونوا بعض ويضربوا في بعض اسفين. عندنا العلاقه اللي بتبقى بين الاصحاب اللي بيخونوا بعض برضو. ندخل بقى على الحاجه الكبيره اللي هي آه، الخيانة بين الأزواج. الخيانة بين الأزواج دي بصراحة هي بتبقى الحاجة الكارثة الكبيرة اللي بتهدم، ممكن تهدم أسرة وتهدم مجتمع. وبعدين لما بندخل بقى في موضوع الخيانة دي، ده بحس ان هو داء خبيث. ده ممكن يقلع العلاقة الزوجية من جذورها، وصعب جدا ان احنا ممكن نغرز البذرة دي تاني وننمي العلاقة وتبقى العلاقة تمام وطيبة، او ترجع تاني بعد ما حصل خيانة زوجية. هنتكلم النهاردة مع ضيفي اللي هيكون منورني، المستشار محمد جودة، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، المستشار القانوني لجمعية أمناء العاشر، ممثل للمجتمع المدني للعاشر من رمضان. هيكون معانا النهارده فقرات كتيره، ومعايا كمان مطربه اوبراليه جميله، المطربه مها ضاحي هتكون معانا ومنورانا النهارده وهتمتعنا باحلى الاغاني. هنتكلم النهارده عن مشاكل كتير، برضو عن مشاكل اللي بتحصل في العاشر من رمضان. بصراحه جات لي شكاوي كتير جدا بسبب التامين الصحي، وبسبب التراخيص بتاعت الصيادله، ومفيش تراخيص بتطلع للصيدليات هناك، والتأمين الصحي قلنا، والشكاوي المواد الغذائية في بقلة هناك. فهنتكلم النهاردة مع المستشار محمد جودة، هيكون معانا هيشرح لنا كل الكلام ده، وهنتكلم برضو عن أكتر أسباب الطلاق اللي بتحصل بسبب الخيانة الزوجية. معظم اللي في محاكم الأسرة كلهم من قواضي طلاق بيكون بنسبة 85% من الخيانة الزوجية. فهنشوف النهاردة ايه حقوق المرأة لما ترفع خلع أو طلاق للضرر أو أيا كان من هذه القواضي الخلع اللي بيكون سببها ناتج الخيانة الزوجية. هنتكلم النهاردة مع مستشارنا محمد جودة، هيكون معانا بعد الفاصل. استنوني، اوعوا تروحوا في أي حتة، عندنا حاجات كتير قوي النهاردة. فاصل وراجعين.